عندنا تحدي كبير يا شعب المغرب. قبل اي حاجة انا عايز اللايف بتاع النهاردة يوصل 500,000 لايك. الشعب المغربي يقدر تعمل لي لايك بمناخيرك، برجلك، بودنك، بكل حتة تعرفوها. احنا تعدينا خطوط او عدينا فكر التخيل مع منتخب المغرب. قلت لكم منتخب المغرب يقدر يوصل لنهائي كاس العالم، ما صدقتونيش. يا ما انت كريم يا رب. النهارده ربنا بينصرني على كل حد انتقدني وقال لي يا موحى كفايه تطبيل لمنتخب المغرب. هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا وحبا وعشقا لمنتخب المغرب، أسود الأطرس الرجالة. اضحك يا بقي اضحك يا حنكي اضحك يا خشمي لسه فاتحين اللايف و3000 في اللايف ده تقريبا كده هيطلع ترند. يا جماعة انا بطلب من الشعب المغربي وكل العرب يقولوا موحى بيطلب تحدي تاني وتالت. وصلنا 200,000 لايك في اللايف الاولاني، ده لايف الصعود، وعدت ووفيت. النهارده اتمنى لايف المغرب الصعود يوصل لنص مليون لايك، 500,000. انا عندي رسائل كتير عايز اقولها من خلال لايف النهارده. عايز اللايف ده يظهر لكابتن وليد الركراكي ولاعيبه المغرب الرجاله والشعب المغربي الرجاله. انجاز عربي تاريخي، اول منتخب عربي يصعد لكأس العالم اول المجموعة. منتخب المغرب اقوى من بلجيكا، اقوى من كرواتيا، اقوى من كندا. منتخب المغرب الوحيد اللي كسب بلجيكا 2-0 2-0 2 زلطة. مين اللي عمل كده؟ انا بقولها بكل فخر وبكل انتصار. منتخب المغرب الرجالة اقسم بالله يقدر ياخد كاس العالم. بس انا عايزكم وبطلب منكم حاجة وحيدة. عايزين الدعم الكامل لشعب المغرب الشقيق وللمنتخب 4000 في اللايف. 4000 انا مش مصدق نفسي لسه فاتحين اللايف. اتمنى من كل العرب يسمعوا هذا النداء. منتخب المغرب عايز دعمنا كلنا، دعم تونس، مصر، ليبيا، كل ايران، الجزائر. واقسم بالله منتخب المغرب ياخد كاس العالم. طب قول يا موحى يوصل لربع نهائي، يوصل لنص نهائي. صدقوني منتخب المغرب الشقيق يقدر على البرازيل، يقدر على فرنسا، يقدر على المانيا. اوعوا تستقلوا باللاعيبه الرجاله دي. حكيم زياش يحرج ميسي، يحرج كريستيانو، يحرج امبابي. انتوا متخيلين الانجاز اللي بيعمله منتخب المغرب؟ الله اكبر الله اكبر. انا مغربي، انا مغربي، مصري مغربي. مش مصدق نفسي والله العظيم، ما مصدق نفسي من كتر الفرح. ربنا نصرني. انا قلت منتخب المغرب صاعد اول المجموعه، ما صدقتونيش. خشوا على فيديوهات وانتوا هتعرفوا. النهارده انا عندي رسائل مهمه واتمنى الكل ينصت لهذا اللايف الكبير والقوي، لان الكلام ده انا مش هقوله تاني في حياتي. اتمنى اللايف ده يظهر للمشككين، للحاقدين، للي قالوا منتخب المغرب مش هيوصل من الدور المجموعة، من الأول المجموعة. عايز أقول لهم أين أنتم بعد هذا الإنجاز التاريخي؟ مين يقدر يهزم المغرب؟ بلاش مين يقدر يهزم المغرب، مين يقدر يجيب جون واحد في المغرب؟ لك أن تتخيل عزيز الحاقد أو اللي ما كنتش فاهم
المغرب لعبت كرواتيا، كندا، بلجيكا. بلجيكا المصنفة التانية عالميا، محدش جاب جون في المغرب. والجون اللي دخل النهاردة من كندا جون بخطأ دفاعي من منتخب المغرب. ها ها هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا لكابتن وليد الركراكي، المدرب الوطني الجدير اللي عمل منتخب قوي، أسود الأطلس، منتخب بلا منازع، منتخب يهد الصخر. النهارده عايز اقول، النهارده منتخب المغرب كسب، يتعادل مع كرواتيا. انا عايز بس الكلام ده الناس تفهمه. كرواتيا وغلبوا مودريتش. منتخب المغرب غلب مودريتش. ايه مين بيلعب في كرواتيا؟ مودريتش. المنتخب المغربي ما قدروش عليه. لعبوا مين؟ بلجيكا، ازارد، دوبروين. كرواتيا احسن حارس في العالم لوكاكو. منتخب المغرب فاز عليهم. حكيم زياش خد احسن لاعب في المغرب. زي ما بقول لكم اشرف حكيمي الرجل الحديدي. كندا مين بيلعب فيها؟ قولوا لي. هاتوا لي ميسي، كريستيانو، هاتوا لي مبابي، وقولوا لهم احنا العرب بنلعب باسم المغرب. مع احترامي لبلدي مصر، مع احترامي لتونس، للسعودية، لقطر، للجزائر، مفيش رجالة غير المغرب. اضحك يا بقي. دي حقيقة، والحقيقة لازم تتقال. المنتخب العربي الوحيد اللي صعد وأول المجموعة. أنا بطلب دعم كل المغاربة وكل العرب. أنا عايز اللايف ده يوصل 500,000 لايك، 500,000 لايك، عشان أعرف العالم كله اللي راهن على الشعب المغربي ما بيخسرش، دايما كسبان. أنا وعدت ووفيت وقلت دعمي وشغلي وصفحاتي كلها للمغرب، وقلت المغرب هيصعد أول المجموعة. وعدت ووفيت. مستني دعمكم ومستنيكم توفوا معايا يا شعب مغرب الشقيق. وقريبا موحى في المغرب يحتفل معاكم، إن ما كانش بكاس العالم بنهائي كاس العالم. النهارده بنشوف منتخب المغرب يحرج كرواتيا، كندا، بلجيكا، بل يحرج العالم كله ويحرج كل المشككين بقيادة وليد الركراكي. النهارده مباراة اليوم منتخب المغرب نازل بيلعب 4-3-3 مع وليد الركراكي. هدف أول حكيم زياش، من أحسن ومن أقوى ومن أمهر لاعيبة منتخب المغرب، بل من أحسن اللاعيبة العربية اللي شفتها في حياتي. ده ما خدوش حكيم وحيد خليلوزيتش، كان منعه من منتخب المغرب. عرفتوا الاتحاد المغربي نضيف ولا لا؟ عرفتوا جمهور المغرب وشعب المغرب نضيف ولا لا؟ عرفتوا ان صوت المغرب قوي ولا لا؟ مش وحيد خليلوزيتش اللي ظلم حكيم زياش وظلم الجمهور وظلم حمد الله اللي كان بره القائمة. ايه رأيكم النهاردة في يوسف النسيري مهاجم منتخب المغرب، الذكر والراجل؟ افتخروا يا شعب المغرب، افتخروا يا بنات المغرب، افتخروا يا عجاز المغرب، اطفال المغرب. عندكم رجاله حقيقيون، عندكم فعلا اتحاد كوره عالمي محب، عندكم مدرب وطني عارف يعني ايه شعار وطنه. اقول لكم على حاجه، انا مش هقول يا ريت كنت مغربي، بس يا ريتنا نتعلم من منتخب المغرب. يا ريت كل العرب ياخدوا المغرب كده قدام عينيهم، هيكون بقدوه. كل يوم نصحى نتعلم، كل يوم نصحى نتفرج على المغرب وبيعملوا ايه. عايز احيي ياسين بونو، اشرف حكيمي،
عايز احيي سفيان بوفالة، عايز احيي حمد الله زكريا، عايز احيي املاح، عايز احيي اللي لعب واللي ما لعبش، عايز احيي جمهور المغرب، عايز احيي استاذ فوزي لقح اتحاد الكوره المغربي، عايز احيي ستات المغرب، عايز احيي اطفال المغرب. اقسم بالله انا ما بعمل كده عشان ترند ولا اي حاجه، لا، انجازكم كبير، انجازكم فخر، انجازكم عالمي، خليتونا احنا هنا في مصر نفتخر بيكم. عملتوا اللي محدش قدر يعمله ولا حد هيعرف يعمله. اتمنى الرسالة دي تظهر لشعب الجزائر اللي فيه فئة معينة لسه مش عايزة تحب المغرب، ولسه بيقول المغرب بتحقد، اللي اتحاد الكرة ظالم، اصل ما عندهمش. لا والله، دول محبين للكل، دول رجالة، دول يشرفوا اي حد. اتمنى التحدي بتاع اللايف ده 500,000 لايك دعما وحبا لموحة والشعب المغرب. واتمنى كل مغربي شهم وشجاع في ألمانيا، في بلجيكا، في أمريكا، في قطر، في المغرب، وصل اللايف ده لغيرك وقول له موحة بيطلب الدعم. موحة نفسه وحلم حياتي ان اوصل اللايف ده ل 500,000 لايك علشان اعرف العالم كله ان انا كنت صح، واعرف الصفحات والبيجات والمواقع والصحف ان موحة كان صح لما طلب الدعم، وطلب رقم خيالي، بس هو عارف بيطلب من مين. بيطلب من رجالة، من شعب، من جمهور. اقسم بالله الشعب المغربي ومنتخب المغرب مش منتخب عربي، ده منتخب عالمي، زيه زي فرنسا، ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين. دول ما يقلوش حاجة عنهم، بيلعبوا عشان يفوزوا، عشان يكونوا رقم واحد. تعرفوا كل ده ليه؟ عشان شعار بلدهم، عشان شعار وطنهم، علشان هما بيحبوا يبقوا رقم واحد. انا مش متخيل العظمه والفخر اللي احنا فيه. تخيلوا اني بسبب المغرب بقت كل العرب في فخر، في اعتزاز، في كبرياء كروي، بل كبرياء اخلاقي. بقينا كلنا فخورين. بلدي اللي كسبت النهارده، مصر، تونس اللي كسبت، ليبيا اللي كسبت، فلسطين اللي كسبت، لان كلنا والمغرب بتلعب باسمنا كلنا. المغرب اللي جابت حق السعودية، وجابت حق تونس، وجابت حق مصر والجزائر. سيبوكم من اي كلام تاني، سيبوكم من اي حد بيشكك في منتخب المغرب. لا والله، دول رجالة ويستحقوا. النهاردة قبل ما اقفل اللايف عايز اوصل رسالة مهمة جدا للناس اللي ظلمتني عشان انا راجل يتيم، وشتموني بامي الله يرحمها، وقالوا لي ابعد عن دعم المغرب عشان انت شحات، عشان انت عايز دعم. قلت لهم لا، قلت ورحمة امي ان المنتخب ده عنده بنية كروية. قلت لهم ورحمة امي الله يرحمها، من المغرب اقوياء، شعب كروي، شعب وطني، كله ظلمني. عايز اقول لهم رسالة ويا ريت تصل لهم كلهم، رحمة امي وابويا. النهارده ربنا نصرني وفي الجنة يا امي، وانت اكيد حاسه بيا وشايفاني وانا منتصر في النهاية، والكل بيسقف لي، والكل بيقول لي شكرا يا موحة، لان طلعت صادق، طلعت محب، طلعت انسان نظيف. عشان الكلام سهل لكن التنفيذ صعب. النهارده منتخب المغرب ينتصر
وانا بنتصر معاه في كل كلمة قلتها، في كل وعد قلته، في كل تخيل، في كل توقع قلته. قلت منتخب المغرب هيصعد اول المجموعة وصعد. قلت محدش قادر على منتخب المغرب وحصل. منتخب المغرب يا سادة يصعد اول المجموعة، واول انجاز عربي تاريخي لحد ما عشنا وهنعيش. النهاردة بنشوف منتخب المغرب بيفوز على بلجيكا المصنف الثاني، كندا 2-1. النهاردة بنشوف ان منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي المدرب الوطني، اللي قلتها وهرجع اقولها، اتحاد الكورة المغربي الوحيد الذكر الوحيد الجريء اللي مشى مدرب وداهم كاس العالم، وجاب مدرب جدير اسمه وليد الركراكي. وليد الركراكي المدرب الوطني اللي خد دوري ابطال افريقيا وخد الدوري المغربي ثم راح كاس العالم، جاب لعيبه اتظلمت ورجعهم. عشان ده الشعب المغربي، عشان كده هم ناجحين، عشان هم بيصلوا، عشان هم شرفة. حكيم زياش رجع، حمد الله رجع، ورجعت الروح، ورجع الانتصار، ورجع الاداء، ورجعت القوة. منير المحمدي اللي كان نزل بديل ياسين بونو عمل ايه مع بلجيكا؟ كان نجم المباراة. نزل النهاردة ياسين بونو نجم المباراة، مفيش فرق. النهاردة بنشوف حكيم اشرف حكيمي بيخرج وفرحان ومبسوط. مفيش حاجة اسمها انا نجم ولا مش نجم. اشرف حكيمي راضية عنه. شفت الحب ازاي؟ حب وطني، لعيبة محترمة بتصلي، اخلاق. دول بتوع ربنا، دول بتوع ربنا. اشرف حكيمي وشفنا دموع امه الغالية، ما سابش امه دايما في ظهره. كل دي دروس يا ريت نتعلمها من الشعب المغربي ومن منتخب المغرب الشقيق. اقسم بالله وانا باقسم الكلام اللي انا بقوله ده يتدرس في كتب ونفتح. ايه ده اللايف بيعلى يا جدعان؟ يلا يا جماعه انا عايزين نوصل ل 500,000 لايك نقدر، عشان خاطري يا شعب المغرب. وقعدت ووفيت والدور عليكم. صدقوني الشعب المغربي يستحق ان يتعمل كتاب باسمه. الكتاب اسمه اتعلموا يا عرب من الشعب المغربي. اتعلموا الاحترام، اتعلموا يعني ايه حب الوطن، اتعلموا يعني ايه بلدي ثم بلدي ثم اي حاجة تاني في الدنيا. اتعلموا يعني ايه الوفاء والحب. كل ده يا موحة عشان المغرب فازت؟ لا، اكتر دولة اتظلمت واتهاجمت المغرب. اكتر دولة الناس كانت كرهاها عشان نجاحها المغرب. رغم كل ده المغرب انتصرت بالحب، بالقوة، بالإخوة، بكل شيء. مش هخلص كلام عن المغرب، هتكلم تاني وتالت ورابع. اتمنى الصحف المغربية، انا بنادي صحف المغرب وتلفزيون المغرب وجرايد المغرب، انقلوا هذا المقطع، وصلوه لرئيس المغرب، وصلوه لوليد الركراكي، وصلوه لكل ركن، لكل بيت، لكل شارع. قولوا لهم موحى المصري اليوتيوبر الرياضي من بلدي هنا مصر بوصل رسالة عالمية للشعب المغربي. يمكن انا في مصر بس في قلب كل مغربي، وكل مغربي في قلبي هنا، عشان انتوا تستحقوا هذه الاشادة وهذا الكلام اللي نابع من قلبي هنا، من جوه هنا. مين يقدر على المغرب؟ مين يقدر يهزم المغرب بقوتها وبدينها وبشعارها وبوطنيتها؟ محدش والله. شكرا انكم خليتوني فخور ان انا راهنت عليكم.
فخور بيكم. انا بعد كده هقول موحى المغربي عشان دي بلدي التانية، موحى المصري المغربي، موحى المغربي المصري. وسبحان الله انا موحى الحراق، اسمي من اسم مغربي وعائلة مغربية. ابحثوا في الكتب وانتوا تعرفوا. اقسم بالله ورحمة امي وابويا ما في كلمة قلتها غلط، وكل كلامي من قلبي هنا. مبروك فوز منتخب المغرب، ومحدش ينسى التحدي، ومحدش ينسى التحدي. نوصل اللايف ده 500,000 لايك. نقدر يا شعب المغرب، واللي بيراهن عليكم عمره ما يخسر. ابعتوا لصديقك، لحبيبك، لأي حد في يوم من الأيام انتقدكم، قولوا له اسمعوا موحى المصري بيقول ايه. منتخب المغرب الشقيق أسود الأطرس يصعدون أول المجموعة بعد تألق أمام كرواتيا، بلجيكا، كندا. اضحك يا بقي اضحك يا خشمي اضحك يا حنكي السلام عليكم.